أين ترعرع الإمام الحسن عليه السلام وفي أي بيت ولد. إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا ريب بأنه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، ونشأ وترعرع في بيت النبوة والإمامة معا، أي بوجود النبي وبوجود الإمام، بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وبوجود أمير المؤمنين وحلقة البوصلة بينهما وهي مولاتي الزهراء الروحية. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مشهور الروايات كانت تقول بأنه كان كثير الشبه برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كان مولاي أمير المؤمنين ومولاتي الزهراء تقول كلما اشتقنا لرؤية وجه رسول الله نظرنا بوجه الحسن عليه السلام، لأن كانت ملامح وجه الإمام الحسن قريبة إلى ملامح وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كانت درجة الشبه بين الحسن وبين جده كبيرة جدا. كيف لا يكون كذلك وهو ابن هذه الأسرة وابن هذه السلالة الطيبة. إمامنا الحسن عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله كان يعظم شأنه ويعظم قدره ويعطي له مكانة مميزة بحيث يلفت الأنظار إليه من خلال تعامل النبي صلى الله عليه وآله، من خلال أفعال النبي مع الحسن، من خلال بعض الأمور التي يتخذها النبي صلى الله عليه وآله أثناء معاملته بمولاي الحسن المجتبى سلام الله عليه. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وآله خارجا من المسجد وكان حاملا على كتفه الأيمن الحسن سلام الله عليه وعلى كتفه الأيسر الحسين عليه السلام، فكان لا يجعل الحسن بمنأى أو بمعزل عن الحسين أو الحسين بمنأى أو بمعزل عن الحسن، لا أبدا، وإنما ينظر لهما بمسافة واحدة سيدا شباب أهل الجنة. لكن إذا نأتي إلى المحور الثاني، كيف كانت معاملة إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه مع الناس، يعني كيف كان يتعامل إمامنا الحسن عليه السلام مع القاصي والداني، القريب والبعيد، العدو والصديق على حد سواء. احنا اليوم أيها الشباب بحاجة ماسة إلى مسألة الأسلوب. أغلب الأحيان يخوننا التصرف، نريد أن نفعل فعلا ما لكن ما عندنا ذاك الأسلوب اللي يجذب الأنظار. احنا بحاجة إلى أسلوب لطيف. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بحاجة ماسة إلى الأسلوب في المعاملة. يعني أنت إذا تريد تستقطب فد ناس، تستقطب فد شباب، تستقطبهم من خلال أسلوبك. إذا كان أسلوبك متشدد أو تميل إلى بقية التفاصيل الأخرى، أكيد بأن الناس ما راح تنسجم معك. يوم من الأيام الحادثة المعروفة، يوم من الأيام كان مولاي الحسن مولاي الحسين عليهما السلام قد خرج لقضاء عمل ما، فوصلا إلى بستان، فلما وصلا إلى ذلك البستان رأى شيخا كبيرا طاعنا في السن يسبغ الوضوء، شيخا كبيرا. سيظهر بأن كان هذا الرجل الكبير الطاعن في السن وضوء بخطأ بخلل، فنظر الإمام الحسن إليه فوجدوا بأنه رجلا كبيرا طاعنا في السن، المراعاة مهمة. فجاء إمامنا الحسن لذلك الشيخ، قالوا له يا شيخ تخاصمنا أنا وأخي، صارت خصومة بيني وبين أخويا هذا وكان لا يعرف، فكل منا يقول وضوئي أفضل من وضوئك وهو الصحيح، وإحنا راح نتوضأ اثنيناتنا أمامك ونجعلك حكما فيما بيننا، تنظر إلى منو من عندنا هو أفضل وضوء. طبعا هاي الرسالة أنت لا تتوقع بأنها تخلو من العظة والموعظة، لا، عالية المضامن، عالية المضامن. الإمام الحسن عليه السلام توضأ فرغ من وضوئه، جاء الإمام الحسين عليه السلام أيضا توضأ فرغ من وضوئه. هسه هذا الشيخ الرجل الكبير الطاعن في السن كان ذكيا فطنا،
عرف بأنه المقصود هو، يعني القضية مو يم الحسن والحسين أبدا، وضوءهم اثنيناتهم هو صحيح. فنظر إليهما قال لهما روحي فداكما يا ولدي رسول الله، أحسنتما أو علمتما فأحسنتما التعليم. مسألة مهمة جدا، إنه الإنسان عندما يريد أن يعلم أو يريد أن ينتقد ظاهرة ما ينتقدها بأسلوبه. الأسلوب إلى دور في كل شيء. عندما تنتقد بأسلوب هادف، بأسلوب مثمر، بأسلوب لطيف، بأسلوب علمي، أغلب الأحيان توصل إلى نتيجة. لكن خلاف هذا ما راح توصل إلى نتيجة. ما راح توصل. يقولهم علمتما فأحسنتما التعليم. أحيانا أقول تعليم فقط بدون أن يحسن بالتعليم. تعليم شيء، تربية شيء آخر. تعليم إذا لم يقترن بالتربية، أولا أنا أربي، أخضع على ظاهرة، أربي بعد ذلك أعلم. إذا ربيت علمت أنا أفلحت بهذا. هذه مسألة مهمة كن أحبابنا يلتفتوا إليها. إمامنا الحسن عليه السلام أيها الأحباب، إحنا الآن هذه الليلة لسنا بصدد هاي الأمور اللي أنا أعتبرها ثانوية أمام ولادة إمامنا الحسن. أكو بعض الكلمات إنه بعض ناسنا تنتظر ليلة النصف من شهر رمضان حتى تقول بعض الكلمات، مثلا ما جينا يا ما جينا سبيل. مو شيء أساسي يعني. هذا مو شيء أساسي، ولا قرقيعان ولا غير ذلك، مو شيء أساسي. هاي أمور ثانوية، مو بمعنى إحنا نغض النظر عن أساس هذه الليلة. أساس هذه الليلة ولادة الإمام الحسن. زين، أنا ولادة الإمام الحسن كيف أحيي ولادته؟ كيف أحيي ولادته؟ إحياء الولادة لها عدة أشكال، لكن إحنا نذهب إلى القضايا الحركية. مثلا على سبيل المثال أصلي ركعتين أهدي ثوابها للإمام الحسن سلام الله، أقرأ شطرا عن حياة الإمام الحسن. هذا شيء مهم. أنا أفتح أي مصدر من المصادر التاريخية، من الكتب التاريخية، أقرأ شطرا، رواية، منقبة، فضيلة، كرامة للإمام الحسن. هذا إحياء، وهذا إحياء مهم جدا. اليوم إحنا كثير من الناس لعله ما يمتلك معلومات عن الحسن بقدر ما يمتلك عن الحسين. كثير من الناس عندما تسأله عن حياة الإمام الحسن ما يعرف حياة الإمام الحسن. أكو أيضا في التقصير آخر أحبابي أنا جاي ألاحظ، إنه حتى بعض أسرنا، بعض عوائلنا في قضية هاي الثوابات وإعداد الولائم. يا شنو ثوابك؟ قال للعباس الأم البنين العلي الأكبر نادرا ترى ما تلقى للإمام الحسن، نادرا ما تلقى، أو نادرا ما تسمع للإمام الحسن. فهي ظلام، هي ظلام. أخواني، إمامنا الحسن سلام الله عليه، إحنا أكو بعض الشباب عندما ينظر إلى الإمام الحسن يقول مو إنه قضية الحسين أخذت صدى أوسع وأكبر، أبدا. قضية سيد الشهداء في مجالها من مررها على بقية المجالات، من مررها على قضية إمامنا الحسن صلى الله عليه وسلم. إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه قطع أشواطا في المعرفة، ووصل الحال به لشدة ما عانى من بعض القضايا التي أصبحت في حياته بأنه يأتي أحدهم يقف على رأسه إلا السلام عليك يا مذل المؤمنين. هالشكل عانى الإمام الحسن السلام الله عليه، وتأذى كثيرا لأبي وليد. المعاناة التي يتعرض لها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه لم يتعرض لها إمام آخر. أنا قلت لك الآن قبل قليل أن نقرأ منقبة أو أن نقرأ رواية أو نطلع سيرة الإمام. يروي المفضل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، استرعي الانتباه، عليه السلام، عن أبيه عن جده، إن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم، كان زاهدا سلام الله عليه، وأفضلهم، وكان إذا حج ماشيا،
يعني كان إمامنا الحسن سلام الله عليه إذا يريد أن يقصد الحج يقصده ماشيا على قدميه، وربما مشى حافيا. الإمام زين العابدين يقول وربما مشى حافيا، وهي من المزايا التي امتاز بها إمامنا الحسن. وكان الحسن عليه السلام إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط أيضا بكى سلام الله تعالى عليه. وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائص. شيعتنا كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، يعني بأفعالكم. أئمتنا هالشكل يوصون أحبابي. الفعل مهم، إنه نشوف أئمتنا كيف كانوا يقضون صلاتهم صيامهم بقية بعض الأمور. كان إمامنا الحسن عليه السلام إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل. وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وكان لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يعني إذا مرت به آية تبدأ بهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فيقول الإمام لبيك اللهم لبيك. يعني كانت إذا مرت به آية تبدأ بعبارة يا أيها الذين آمنوا كان الإمام يقول لبيك اللهم لبيك. ولم ير في شيء من أحواله سلام الله عليه إلا ذاكرا لله سبحانه. وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا إمامنا الحسن.